يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير شباب. اليوم البداية منا من المحمية المصغرة، راويكم الجديد. جبت 5 فخات مخاليف حمام يا كريم، استوهن جاهزات. ذن 2 بيض، 1 مشجر، 1 أصفر، وهذا 1 رصاصي على أحمر. شباب الحمام الملكي صفيتهن، خليت بس 6 عسليات و1 ثلجي، والباقي كله الرصاصي والنفطي كله طلعته بعته. والفناجس هم صفيتهن، خليت بس الأمهات. وذن الفخات الجدد حمام يا كريم. والله إضافة حلوة للمحمية، كلش حلوات. أول يوم كان يخافن واحد من الثاني، يعني حمام ملك كان يخاف من الحمام يا كريم. هسه لا، تعودن، قام يدنن يمهن عادي، ياكلن سوا ويشربن سوا، ماكو أي إشكال. خلينا نشوف داخل الأعشاش اكو تغييرات ماكو تغييرات. اكو جديد، تفقيس، بيض. شوفوا لنا ذن المخاليف ايش قد حلوات. بعدنا فراخ صغار، ان شاء الله من كم يوم يطلعن من العيش. هذا العيش الثاني هم بيه افراخ صغار. شوف زاقاتن امهاتن. الشباب شافوا لنا الجمال، والله اضافه كلش حلوه للمحميه، ما توقعت هيك يطلعن حلوات. عبالي راح يصير حروب بالداخل المحميه، بس والله حلوات طلعن، مو كبار كلش، صغار، واستقر ياخذن على الوضع، كلش حلوات. الشباب شافونا الفناجس شلون يتعودن على اي طير تجيبه تحطه وياهن بالمحمية، يتعودن عليه من ثاني يوم. اول يوم ثاني يوم يتعودن عليه، ما عندهن اشكال باي طير. شوفونا هالي يا كريم، اخذ على الوضعية كلش طبيعي. شباب ذن البلابل احتمال راح اطلعهن من المحمية، لان المحمية صغيرة ما تتحمل، وهن حسبين صار تأثير على انتاج الفناجس. احتمال لا اسوي لهن محمية خاصة وحدهن كبيرة، لو اجيب لهن قفص كبير واطلعهن، ما اخليهن ويا الفناجس. شباب ذن الفخات يطلعن اليفات، ما يخافن الدنيم هنا نعطيه اكل، ما يخافن. بس بين خطية هاي وحدة متعورة برجل هاي البيضة، ما عليه، ان شاء الله يومين 3 ايام، اكثر شي اسبوع ان شاء الله ترجع طبيعي كل شي ما عليها. احلى شي بيهن ملونات، مو كلهن لون واحد، ما يشابهن، مشجر واصفر وابيض. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا اخبار جيدة، وهي ابشركم اولا الديك بعته برقيبة، والحمام ذاك المشكل، التور والحمر والشعيل هم انباع عن كلهن. وبقية من الحمام الملكي بعته،
والفناجس بعت مجموعة المخاليف اللي كبرها هم بعتهن. وجبت حمام اليا كريم من مكانهن. الشباب ذيك الدجاجة البيضة المنقطة قامت بيض، وهاي الدجاجة البيضة كركت. والبشارة الأكبر هي الدجاجة الأليفة قامت بيض. والله لو تدرون وين لقيتها تبيض. تكرمون عندي كرتونة أجمع بها الزبالة، كل ما يصير وسخ بالسطح كنت احطه بالكرتونة، من تنترس اخذها ذبها. ذاك اليوم صعدت للسطح لقيتها طالعة من الكرتونة، ويجي لقيت 3 بيضات بيها تبيض بالكرتونة مال الزبالة. وانا شنو ظالمها واقول ما تبيض، ولو هي تأخرت بس ما يخالف. خلينا نشوفك انتاج بيض، لاني بيضتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاني بيضتين ان شاء الله. راح اكرك هاي الدجاجة البيضة. هاي الدجاجة البيضة راح اكركها لان كركة صارت تقريبا يومين او 3 ايام ما بيضة، وكابسة على هذا على البيض البلاستيك. راح اخذها حطها بخانة احط لها بيض قديم، فد يومين 3 ايام اذا كبست احط لها بيض جديد. يعني مجربها تكرك، هي ما عندها اشكال عادي. ولو بالبداية كانت من غير مكانها ما تكرك، بعدين تعودت قامت تكرك. هسه جربها اذا كركت كبست حط لها بيض جديد. عندي بيض. عندي بيض يكفي بعد ما اشتري، حتى اذا ما يكفي ما اكرك دجاج بعد. اخر مرة اشتري بيض بعد ابد ما اشتري، خسارة مو نفع. الحمد لله والشكر، الدجاج كله رجع ينتج من جديد. هاي الدجاجة اللي رجعت بيض، ذيك الدجاجة البيضة المنقطة رجعت بيض. وهاي استوى قطعة بيض وكركت، راح احط لها بيض اكركها. شوف الحمام شلون حلو، كله لون واحد بيهن بس هاي شعلة. احسن من قبل، كان حمر وتور وشعل، تلوث بصري كان. والله الدجاج حلو اذا يصير كل وحدة شكل كل وحدة لون حلوات، بس الحمام اذا يصير الوان مو حلو. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب شافونا البيض اكثر من الافراخ. الدجاجة رجعت تبيض، بناتها عمرهن تقريبا 2 أسبوع، اقل 20 يوم بناتها، ورجعت تبيض. والمشكلة الدجاجة مبيضة عندي وكاركة، يعني تكرك مو ما تكرك، ومفارخة. ماكو 2 أسبوع او ادري اقل 2 أسبوع رجعت تبيض. لان 4 بياضات وشلت بياضتين، 6 بياضات بايضة. وشوف بناتها بعدين صغار، حطيت لين قلوب لان قامت من بيضت لحد الان ما تنام عليهن بالنهار بس بالليل، فحطيت لين قلوب حتى خاف يبردن يرحن يم القلوب عدفوا. شوف البيض خير من الله، تارس الخانة. بناتها والله بعدهن صغار هم زين، الجو دفى والقلوب يفيدن. إلى هنا وصلنا إلى نهاية مقطعنا لهذا الأسبوع. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعليقاتكم الحلوة، مشاركة الفيديو يا أصدقائكم. في أمان الله، أودعناكم.